مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. يوم المحشي ده بيكون معروف ان هو يوم طويل كده في المطبخ، وعايزين اليوم من بدايته هشارك معاكم كده خلطة للمحشي. بجد يا جماعة دي من احسن الخلطات اللي انتم ممكن تجربوها. في تريكات بسيطة قوي بتنقل الطعم في حتة تانية، هتحسوا ان البيت كله اصلا ريحته بتبقى عارفين ريحة المحشي المفحفحة دي، وبعدين لما بتاكلوه بقى بيكون طعمه خطير. اول حاجه انا حطيت ميه كده تغلي عشان بس نحط فيها الفراخ. واول تركه بقى هنا ان الفراخ بجد جربوا كده قبل ما تسلقوها، ادعكوها، افرموا بصله وحطوا عليها ملح وفلفل اسود، ودعكوا كده الفراخ بيها وسيبوها شويه قبل ما تحطوها في الشوربه، بجد خطيره. وبعد كده بقى نزلوها في الشوربه بقى بتاعه الفراخ. حطينا فيها بصله وطماطمايه وحبهان وورق لورا وكبابه صيني، وبنحط ملح وفلفل اسود بس مش اكتر من كده. اهم حاجه تظبطوا الملح بتاعها بس عشان يبقى طعمها مظبوط. بعد كده هننزل الفراخ فيها. طبعا انا هنا كنت مكتره الشوربه شويه، كانت هتقع تقريبا من الحله، فشلت منها شويه. وسبتها بقى مع بعضها كده لحد ما تستوي. نبدأ بقى في خلطة المحشي. اهم حاجة ان البصل اللي هنعمله برضو ندعكه بتوابل كده قبل ما نحطه على الخلطة. فهنقطع بصل وبعد كده نحط عليه بقى التوابل اللي هي الكمون والبهارات والفلفل الاسود، وشوية بسيطة من الملح، بس بسيط يعني بنحطش ملح كتير لان احنا لسه هنحط على الخلطة نفسها، على خلطة المحشي يعني الملح بتاعنا. وبنستخدم نص الكمية دي في التسبيكة، والنص التاني بنحطه على الرز وهو ني. بعد كده بقى عشان نعمل التسبيكة بنحط شوية من الزيت، وبنحط معلقة كبيرة كده حلوة من السمنة. وبعد كده بننزل بنص كمية البصل زي ما قلتلكوا. البصل بجد لما هتجربوا تحطوه نصه كده ني على الخلطة هتلاقوه يعني غير في الطعم ونقل الطعم برضو في حتة تانية. هنسيبه بقى يتسبك كده شويه، قصدي هنسيبه يدبل شويه. وبعد كده هننزل الطماطم هنا كنت يعني ضرباها، وكانت هي يعني محطاها في الفريزر اللي هو كانت مجمده شويه، وهتبتدي بقى ان هي تسيح وبعد كده تتسبك. وهنحط بقى التوابل اللي احنا اللي انتوا بتحبوها. لو انتوا عايزين توابل معينه او عندكم بهارات محشي تمام. بس انا هنا حطيت ملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا وحبه من السبع بهارات، وشطه. وفي الاخر برضو حطيت ورقتين من الورق اللورا كده، بيودوا برضو يعني بيخلوا الخلطه كده ليها ريحه وطعم بيكون حلو شويه. بعد كده بقى هنقلب كله في بعضه، وبعد كده هنسيبها لحد ما تتسبك خالص، تتسبك وتتقل كده. تمام كده هي كانت تمام واتسبكت معانا. الخضار بقى بنقطعه ونحطه على الرز، وبعد كده نقلب الخضار بالرز الاول، يعني ما بتحطيش الطماطم على الرز الاول. جربوا كده هتفرق برضو معاكم. الرز يكون مغسول كويس، وبعد كده نقطع عليه الخضار طبعا بيبقى اللي هو الشبت والكزبره والبقدونس. نقطعهم ونقلبهم كده في بوله مع الرز كويس قوي. وبعد كده بقى هننزل بالبصل اللي احنا سايبينه على جنب بالبهارات، بيكون اخد كده من طعم البهارات. وبجد انتوا لو شميتوا اصلا ريحة البصل هتلاقوا ريحته مختلفة خالص عن ما انتوا بتحطوا بصل لوحده. هننزل بقى البصل وبعد كده نقلب كله في بعضه، وبعد كده ننزل الطماطم ونقلبها في بعضها. ووقتها بقى الخلطة هتلاقوا بان عليها، عارفين ريحة المحشي بقى بتبقى بانت وهي لسه اساسا كله ني في ني كده. هننزل بقى الطماطم وبعد كده نقلب. انتوا بقى على حسب، شوفوا انتوا عايزين تعملوا محشي ايه بالظبط. انا المره دي كنت هعمل بتنجان وورق عنب، فالبتنجان كان متفرز، انا بس يا دوب طلعته حشيته، ورق العنب برضو كان متفرز طلعته حشيته على طول، ومعاه كام فلفلايه كده عشان بتخلي الطعم حلو. ده هو الشكل بعد ما حشيت. بعد كده بقى حطيت شوربه. انا بحب البتنجان شوربته تبقى كتيره، يعني بحب على ما يستوي يكون فيه لسه شوربه اصلا، فعشان كده مزوداها شويتين. وده ورق العنب اهو. ومبياخدش وقت كتير على النار، بتظبطوها بس ما بيغلي بنقوم جايين موطيين عليه، وبعد كده نسيبه بقى يستوي براحته. بس وكده يكون خلص الفيديو بتاع النهارده. استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله، وجربوا بقى التركات اللي كانت موجوده في الخلطه دي.